لو كنتم زيي بتحبوا الحلويات الساقعة وخصوصا الرز بلبن، يبقى أكيد رزنا النهاردة اللي باللبن اللي من غير نشا ومن غير كريم شانتيه ومن غير أي إضافات هيعجبكم. لو أول مرة تشوفوني، أنا دكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. عندي كيلو من اللبن الجاموسي، أنا غليته وحطيته في التلاجة لمدة 3 أيام، وبعدين هنشل القشطة بتاعته وأحطها على جنب لأني هستخدمها. في حلة هحط 1.5 كوباية من الرز، ويدوب هشطفه شطفة بسيطة، وبعدين هضيف عليه مية كفاية انها تغمره يعني، واحطه على النار، ارفعه على النار، وطول ما انا هو على النار افضل اقلب فيه علشان اطلع النشا اللي جوه الرز، اللي هو ده اللي هيلف لي الرز بلبن بتاعي لحد ما الرز يستوي تماما ويشرب المية. هنزل عليه 1.25 كوباية من السكر و3 كوبايات من اللبن الجاموسي اللي انا شلت القشطة بتاعته، وافضل اقلب. في الاول الرز هيبقى راسي تحت، وبعدين الرز بتاعنا هيتقل بفعل النشا اللي موجود في الرز، وتبدا الرزايه تبقى متعلقه. بعد ما توصل للمرحله دي هنزل بالقشطه بتاعتي اللي انا نشلتها من الكيلو لبن بتاعي، وابدا اقلب حلو قوي واسيبه على النار لحد ما يبقبق زي ما حضراتكم شايفين كده في الفيديو. وبعدين انزل عليه بمعلقتين من الزبيب، ماما كانت بتحط عليه زبيب جوه كده فبيبقى طعمه حلو. ولما يغطي ظهر المعلقة بالشكل ده يبقى كده الرز بلبن بتاعي بقى تمام. هبدأ أغرفه في الأطباق بتاعتي وأزينه بأي حاجة عندي. أنا كان عندي زبيب وكان عندي جوز هند، فحطيت على الوش زبيب ورشيت شوية جوز هند. ممكن تحطوا عليه مكسرات، ممكن يتحط عليه آيس كريم عشان يطلع بالشكل والطعم التحفة ده. أنا مش قادرة أقول لكم هو قد إيه كريمي، قد إيه جميل، بدون نشا، بدون كريم شانتيه، بدون أي حاجة غير النشا ذاته بتاع الرز. وزي ما حضراتكم شايفين تحفة قد إيه. لو عجبتكم وصفة الرز بلبن أتمنى إن أنتوا تعملوها وتكتبوا لي رأيكم وأسئلتكم في التعليقات، لأنه تحفة جدا وكريمي مختلفة عن أي رز بلبن ممكن تكونوا دقتوه. وبالهنا.